بسبب محمد حجازي هطلت الثلوج والأمطار وعم الخير. السيد محمد حجازي اجتهد وذكر الناس بثمار الاستغفار، فكانت النتيجة تابعه الكثيرون وقلدوه وأكثرهم مغاربة، وأنا منهم. جزاه الله عنا خير الجزاء، لأنه لم يكتف بالاستفادة لنفسه فقط، ولكن قرر أن يوقظ الكثير من الغافلين التائهين. لقد كنا على وشك الضياع، هذا الرجل ذكرنا بالله وكان سببا في إيقاظنا من غفلتنا. إنه بمثابة قرصان لسفينة الذاكرين. ألم يقل الله تعالى في كتابه العزيز؟ قال تعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي سورة هود قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. نعم. وفي سورة النساء كذلك قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي سورة الزمر قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم، الاستغفار أمان من العذاب. قال تعالى في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعم. ومن أدعية الأنبياء والصالحين في الاستغفار على لسان آدم وحواء قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعلى لسان يونس عليه السلام قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد وصف المتقين في سورة آل عمران وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال أيضا: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. نعم، نحن جيوش الاستغفار. نعم، نحن القوة. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا. استغفروا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.